حياكم الله مشاهدينا. أكد رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو في نيويورك أن نجم الفريق نيمار ليس للبيع، وذلك على هامش مشاركة الفريق الكتالوني في كأس الأبطال الودية في الولايات المتحدة الأمريكية. نيمار رحل مع برشلونة إلى نيويورك وترك خلفه موجة من التساؤلات والتوقعات. هل هو فعلا غير راض عن وضعه في البارسا؟ وإن كان غير راض هل هو متاح للبيع؟ تساؤلات لن نجد أفضل من رئيس برشلونة كي يجيب عنها. هذه زوبعة إعلامية تهب كل صيف. أسماء العديد من الأندية واللاعبين يتم تداولها والحديث عن رغبة الأندية في النجوم. نحن ناد يضم العديد من اللاعبين الجيدين، لذا من الطبيعي أن تكون هناك رغبة من الآخرين في انتدابهم. ولكن نيمار لاعب في برشلونة ومتعاقد معنا، وهو لاعب هام ورئيسي لفريقنا، لذلك سيبقى معنا. نيمار إذن ليس للبيع. يرى فيه بارتوميو ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، فهو ضلع ثابت في الثلاثي الهجومي الأقوى في العالم. إنها حقيقة وليست إشادة. هذا ما يراه رئيس برشلونة. أقول وأكرر أن نيمار لاعب في برشلونة، وعملنا بشكل كبير لبناء خط هجوم قوي يضمه إلى جانب سواريز وميسي. ما أود قوله هو إن هذا الثلاثي مثلث رعب حقيقي لأي فريق يواجهنا، وبفضله قدمنا مستويات رائعة، ومن أجل ذلك نتمسك بنيمار. نيمار وغيره من النجوم الكبار لا يمكن الاتيان بهم بسهولة حتى وإن قبلوا، لسبب بسيط هو ارتفاع الشرط الجزائي في عقودهم. كبار الأندية تريد حماية نجومها والحد من أطماع بعضها البعض، وقوانين النزاهة المالية في أوروبا تحد هي الأخرى من قدرة الأندية على التعاقد مع كبار النجوم بمبالغ فلكية، أو هكذا يفسر بارتوميو الأمور. في الوقت الراهن هناك الكثير من الأموال في كرة القدم، ويتم تداول أرقام فلكية. صناعة كرة القدم تطورت كثيرا، ولكن صحيح أيضا أن بنود الشروط الجزائية لفسخ عقود اللاعبين ليس فقط لاعبي برشلونة، ولكن أيضا لاعبي الأندية الأخرى تكون بالملايين، ومن المستحيل تفعيلها إن أردت الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف. وإذا كان هناك شخص ما لا يريد الامتثال لهذه القواعد فيمكنه طبعا تفعيل هذه البنود. خلاصة قول بارتوميو: نيمار ليس للبيع رغم كل ما يقال. فهل انتهى الموضوع حقا أم لا تزال هنالك مساحة مناورة؟ قدم نادي ريال مدريد للجماهير ووسائل الإعلام لاعبه الجديد داني ثيبايوس. التقديم تم في ملعب سانتياغو برنابيو بحضور عدد كبير من أنصار بطل أوروبا. اللاعب الشاب الذي تألق مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما المنتهية مؤخرا، وحصل على جائزة أفضل لاعب فيها، انضم لريال مدريد قادما من ريال بيتيس، وعقد مؤتمرا صحفيا برفقة رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وقد تسلم القميص رقم 24 وهو الرقم الذي سيظهر به مع ريال مدريد. أنا موجود أينما أريد دائما ولا أشك في ذلك. كان لدي اتصال مع الرئيس ومن بعده لم أستمع لأي عروض أخرى، فقط أردت اللعب في ريال مدريد وهذا ما تحقق. أعرف جيدا المنافسة في هذا الفريق، لذلك أنا واع بخوض هذه التجربة المهمة في مسيرتي، وطموحي هو كسب ثقة المدرب والنادي. الخطة التي أكون فيها أكثر راحة هي اللعب في الوسط، حيث سأمكن زملائي من كل الكرة والحلول. سأعمل على التكيف مع أي طريقة لعب يضعها زيدان. هو مدرب مثالي، أنا أطمح أن أتعلم منه الكثير من المفاهيم في عالم كرة القدم. أعلن ختاف الإسباني تعاقده مع الدولي المغربي فيصل فجر لموسمين قادما من ديبورتيفو لا كورونيا. الفريق وضح في خبر مختصر أن لاعبه المغربي سيعزز تشكيل ختافه في الموسمين المقبلين دون ذكر تفاصيل العقد أو قيمة الصفقة، مشيدا بالدور الذي سيلعبه فيصل فجر مستقبلا مع الفريق بعد أن مل الجلوس احتياطيا مع ديبورتيفو لا كورونيا بعد أن خاض معه أكثر من 52 مباراة في الليغا. عبر نادي موناكو في بيان رسمي عن أسفه لقيام عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة باتصالات عديدة مع اللاعب كيليان مبابي
أو بمقربين منه دون أخذ الإذن المسبق من إدارة النادي، خطوة قد تحمل في ثناياها قبول إدارة فريق الإمارة الفرنسية بالتفاوض حول بيع النجم الدولي الفرنسي. لم يسمح موناكو بمرور الأمر بشكل طبيعي، الأمر المتعلق بالاتصالات المكثفة التي كانت ولا تزال مع نجم الفريق كيليان مبابي، وذلك من دون إذن النادي. بطل الدوري الفرنسي حذر بشدة في بيان رسمي الأندية المهتمة بالتعاقد مع مبابي، مهددا باللجوء إلى الاتحاد الدولي في حال تواصلها مجددا مع لاعبه دون موافقة. موناكو رفع الأمر إلى مستويات أخرى، حيث أبدى عزمه الثابت على ملاحقة عمالقة القارة العجوز قانونيا عبر رابطة الدوري الفرنسي والفيفا. مبابي قدم الكثير في الفترة الماضية وساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بالليغ 1، وتمكن بفضل تميزه وتألقه من أن يسيل لعاب أندية كبيرة على غرار باريس سان جيرمان وأرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد. ومضى فريق الإمارة إلى القول في بيانه إن مثل هذا السلوك يتعارض مع البند 11 بعد 200 من النظم الإدارية للدوري الفرنسي لكرة القدم، والبند 18 المادة الثالثة من قوانين الفيفا المتعلقة بتنظيم اللعبة وانتقال اللاعبين. وفي الوقت ذاته سار موناكو في اتجاه وضع حد لهذه التصرفات، وإن تواصلت قد يلجأ إلى التصعيد والطلب من الأطراف المسؤولة اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الأندية المخالفة. المهاجم الدولي الشاب مرتبط مع موناكو بعقد حتى 2019، ولم يخفي النادي رغبته بالاحتفاظ بالنجم الواعد لموسم إضافي على الأقل. ويعتبر مبابي ابن 18 هدفا للعديد من الأندية. وأتت هذه الخطوة من النادي بشكل قد يفيد ضمنيا أن موناكو قد يبحث عن وضع إدارته طرفا للاتصال باللاعب والتواصل معه بشكل قانوني، ما يطرح إمكانية بيعه في صفقة ستكون أرقامها قياسية بكل ما للكلمة من معنى. أعلن نادي يوفنتوس ضم المدافع الشاب ماتيا ديشيليو بعقد يمتد لمدة 5 سنوات بعد إتمام صفقة انتقاله من نادي ميلان. بيان النادي أكد أن ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما سيشكل إضافة نوعية للفريق لما يتميز به من مهارات وقدرات على اللعب في مختلف المراكز، ما سيجعله يتكيف بسرعة مع طريقة لعب المدرب ماسيميليانو أليغري حسب بيان النادي. هذا ورجحت تقارير صحفية إيطالية أن قيمة الصفقة بلغت 12 مليون يورو، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تمنح لنادي ميلان حسب مشاركات اللاعب وأدائه وإنجازاته. توصل نادي ويست هام يونايتد وباير ليفركوزن إلى اتفاق يقضي بانتقال الدولي المكسيكي خافير هرنانديز تشيتشاريتو إلى النادي اللندني. وذكر ويست هام على موقعه الرسمي أنه وافق على شروط انضمام هرنانديز من النادي الألماني، حيث سيتوجه المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد إلى لندن في الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط الشخصية والخضوع للفحوص الطبية اللازمة. نهاية فقرة الميركاتو، عودة الآن إلى جهاد.